أعلم بالقرآن ويردون أروح ابن راب والله العظيم. لم يجلب حفاظات لأطفاله، فكان جزاؤه الحرق من قبل زوجته وشقيقها. تفاصيل كشفها المجنى عليه قبل أن يفارق الحياة، متأثرا بالجروح الناجمة عن الحرق، وذلك بحسب ما تحدث ذويه. أي حرق وهو نايم جاي من الشغل، متعاركة ويا رايدة تسكت ماكو ما ساكتة. آخر شي مخليته لمن نايمية وأخوه ساحبين بطل البنزين ودايري عليه، جايبين دراجة مال بوقة وساحبين بطل البنزين دايرين على ابنه وحارقينه. هذا قاعد الولد النار لهبة بيه، ركض بالحالات روحه النار لهبة للحمام يريد يطفى ما طافي، قاعد يصرخ بالحوش ما تخليه يطلع. آخر اللحظات ظل ابني وياي حكالي قال يابا أنا نايم، وتعاركت وياي على مود مصرف بيته وعلى مود حفاظات، وكانوا متعاركين وياهم متعاركين وياه وخراميش. لحد الآن أي تقرير ما عندي. هاي الدعوة مالتي، هاي الدعوة يا إسلام يا حكومتنا. يقول ذوو الضحية إن إفادة ولدهم تغيرت داخل المشفى وبشكل بعيد عن الحادثة الواقعية، وضيعت ملامح الجريمة بمختلف تفاصيلها، ما جعل القضية في طي الكتمان بالرغم من طلباتهم التي قدمت للقضاء لإنصافهم، لكن دون جدوى على حد تعبيرهم. أنا طبيت للقاضي وقلت له سيدي أنا أروح لأي مكان أحلف بالقرآن كلام الله أدقه، أنا ابني اعترف وغيره وفادة ابني، وأني أطالب وزير الداخلية وأطالب كل شريف وكل مسؤول اللي يطلع الحق هذا السيد. والله ابني راه مغدور غدروا وقتلوه، الله شاهد الله شاهد ابني راه مغدور. كل ما أقدم طلب يرفض القاضي. هناك بكربلاء قدمت طلب بخصوص الشهود، قدمت له الشهود رفضها القاضي، راحت هاي هم على الصفحة الثانية. قدمت طلب بالنقلة، نقلة إلى بغداد، نقل الدعوة. هاي شوفها كتابكم، هاي أستاذ الحاج فايق زيدان قاضي محكمة الاتحادية، الله يحفظك أستاذ، الله يستر عليك. هاي شوفها طلبت نقل الدعوة وأجى رفض بيها من كربلاء. بالقرار راح غدر، والله يا إسلام راح غدر، والله العظيم راح غدر وحق هذا القرآن. ويناشد ذوو الضحية الجهات الأمنية بضرورة إعادة فتح ملف الحادثة لبيان الحقيقة، وبدورها تكفل الأولى حق الرد لكل شخص أو جهة ذكرت في التقرير بصورة مباشرة أو ضمنية. نعم كل شيء. صقر منذر، بغداد، الأولى.